بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتحية طيبة. أما بعد، هي نثرة، هو أنا داري إنها نثرة الليلة هذه، ويعني وبيني وبينكم إحنا حق نثرات. تعالوا شوفوا لي هذا الفيديو اللي بدأ يطلع يعني الآن ينتشر على السوشيال ميديا. شوفوه على رواق عبل ما اروح اجيب الكلوركس والصابون والسفنجة، لانه معانا تصبين الليلة. شوف الفيديو وارجع لي. والله العظيم طلعت زوجتي فيها سرطان، طلعتها صنعاء من اجل الشعاع، وهناك صلحنا 14 قرعة واغتلبوا علينا. ليش يعني يسبوا الجنوب وانا رديت لهم؟ وهذه الختمة والله العظيم انك ردوني من داخل صنعاء ولبقوني وبهدلوا بي العسكر هناك، سجلوا فوق الملف عمرتي اكس. يعني برع من المستشفيين عند الدكتور قال انتم الجنوبيين طراطير وقلنا نعالجكم بلاش وعادتم تجيب تربعوا هنا. انا اناشد الان وزير الصحه والوزراء حقوقنا اللي في الجنوب والزبيدين وكل اللي يهمنا الامر، يعني بدل ما نسواننا يطلعوا هناك وبناتنا وامهاتنا واخواتنا يطلعوا يتبهدلوا هناك في صنعاء مشان الشعاع. ليش ما يجيبوا لنا شعاع هنا في عدن؟ انا الان مرتي دمتها في رقبتكم يا مسائل، كردوني من صنعاء وباقي لها 16 جلسه. هيا سمعتوا ايش قال؟ وسعوا لي وخلوني انا عليه، فلتوا لي انا الطلعه هذه. اولا يا اصحابنا في الجنوب، يا اهلنا واخواننا واحبتنا في الجنوب، صاحبكم هذا كذاب. اقسم باللي رفع السماء بلا عمد انه كذاب. يعني هو قال جاء من عدن لصنعاء يعالج زوجته وعالجوه مجانا واعطوها 14 جرعه، مع العلم انه بين كل جرعه وجرعه كيميائيه في فتره طويله ايام، وبعدين فجاه ضربوه وتعنصروا عليه وقالوا له انتم الجنوبيين طراطير بنعالجكم مجانا وعادكم يعني تنخطوا علينا. والدليل على انه كاذب انه يعني طوال فتره العلاج هذه 14 جرعه كيميائيه مجانيه وعلاج الكيماوي بملايين. يعني طوال هذه الفتره هم بيعالجوك كانوا حبوبين، كانوا طيبين وكيوتين وما عندهمش عنصرية. وفجأة بعد ما خلصت الجرعة ال14 الأطباء والدكاترة ورجال الأمن كلهم فجأة صاروا عنصريين عليك. هذا كذب، هذا كله يثبت إنك كاذب وروايتك كاذبة. يعني طوال فترة العلاج كانوا حبوبين، فجأة صار الشماليين كلهم عنصريين وبيبهدلوكم. يعني الرواية اللي انت رويتها هذه لها معنيين لا ثالث لهما. اما انه انت سويت مصيبة، سويت نثرة عشان كده خرجوك الامنيين وطردوك، او انه انت فلست خلاص ما عتيش معك قادر تتدبر امورك فقمت تعمل هذه الحركات الرخيصة علشان يعني يفزعوا لك اهل الجنوب. وفي الحقيقة احنا اولى بالفزع لك، دامك في صنعاء سكان صنعاء اولى بالفزع لك، وندي روسنا ونوفيك باولادنا إذا نقص عليك شيء. ولكن هذه الحركات الرخيصة عيب. سحبلوني وضربوني ونسواننا بيتبهدلين. ايش دخل نسوانكم؟ مين بيبهدل الجنوبيين؟ يا أصحابنا في الجنوب، صنعاء أم اليمنيين، صنعاء طول عمرها بيت العيلة وأم اليمنيين. صنعاء وسكان صنعاء وحكومة صنعاء ومسؤولين صنعاء لا يفرقوا بين أي يمني من أي منطقة. تيجي من أي محافظة في الجمهورية لا صنعاء تزبط الباب برجلك وتدخل. لو أنت في مارب وعايش طول عمرك في مارب ويحصل عليك مرض ولا يحصل عليك معاملة أو شيء، كلهم يدخلوا صنعاء، يزبط الباب ويدخل. طالما ما أنت مطلوب أمنيا أو عليك عمل عدائي، الكل بيدخل صنعاء يزبط الباب ويدخل هانا فوق روسنا، هانا فوق العين والراس واحنا اخوانك. هذا الرجل كاذب. وقصة انه في عنصرية عندنا ضد ابناء الجنوب، انتوا اخواننا وحبايبنا وشركائنا في الوطن وتجمعنا اللحمة والوحدة والمحبة والتراب والحسابة والنسابة والقرابة. هذا الرجل يكذب. صنعاء مليانة عدنيين ومن ابناء المحافظات الجنوبية. انا اتحدى عر اي واحد في صنعاء من الشمال من اهل صنعاء او من شمالي من اي مكان انه يتعنصر ضد جنوبي في الشارع. اقسم بالله لا يتضرب ضرب ما اكله حمار في مطلع. شفت الحمار لما يطلع ويضربوه عشان يعرف الطلعة؟ اقسم بالله لا يتضرب ضرب ما اكله حمار في مطلع. احنا الشماليين نكره الجنوبيين؟ هذه في الأحلام وفي الخيال. رغم أنكم طردتوا الشماليين وطردتوا أصحاب تعز فوق الديانات مثل الخرفان، على الرغم من كذا لو تفتحوا قلوب الشماليين ما تلقوا فيها لكم إلا كل محبة ومودة ورحمة ومخوة وحسابة وقرابة وكل شيء.
هذا الرجل يكذب، قال بهدلوني وضربوني وقالوا لي انتوا جنوبيين طراطر، يعني 14 جرعة اخذتها، قاعد تتعالج أزهابيع بملايين مجانا، ما فيش فرق جنوبي شمالي من اي مكان في صنعاء، الخدمات تقدم للجميع. وبعدين فجأة صاروا كلهم عنصريين وطردوك. وين انا اتحدى وين جنوبي داخل صنعاء يقول انا بهدلوني ولا قالوا لي انت جنوبي ولا طردوني ولا تعنصروا علي؟ وين؟ ما فيش في قلوبنا احنا لكل ابناء اليمن غير كل المحبة والمودة، حتى الاعلاميين، حتى احنا صناع المحتوى، نحن لا نسمي الناس بمناطقيتهم. أصحاب الصبيحة، أصحاب مش يافع، هذا يافعي، ما نذكر كل إنسان باسمه. وإن ذكرنا المحافظة اللي هو فيها فهذا لاستيفاء المعلومات في الحلقة. يعني لما نقول شاب اسمه كذا وعمره كذا من مدينة تعز يرتكب جريمة، هذا ليس استنقاص من تعز، وإنما إحنا بنوضح أين حصلت الجريمة. بينما بعض الإعلاميين المستقلين في الجنوب لغتهم كلها الصبيحة، أصحاب يافع، أصحاب الهضبة، إحنا ما عندناش هذا الكلام. احنا كلنا عيال وطن واحد، ولن يفرقنا اي شيء رغم كل التحريض ورغم كل الاساءات، لن يفرقنا ولن يجعلنا نحمل في قلوبنا ذرة حقد على الجنوبيين اي شيء. وصنعاء ام اليمنيين كلها وبيت العيلة كلها، اي واحد يدخل فوق العين والراس. اول مرة في حياتنا نسمع جنوبي يقول شماليين قالوا لي انت جنوبي طرطور وطردوني وسحبلوني انا ومرتي. هذا في الجنان، ما حد يقبلها في صنعاء، لا شعب ولا مسؤولين ولا دولة ولا رجال أمن ولا وزير داخلية ولا حد يقبلها. أنت يا سويت مصيبة يا هذه أكذوبة منك، وش مآربك الله أعلم. لكن في صنعاء حد يحتقر أو يستنقص من مواطن جنوبي، هذه انسوها. أتمنى أصدقائي تكون الفكرة وضحت. في الجنوب وفي الشمال إحنا أبناء وطن واحد. والله طير النوم من عيني، الساعة الآن 4 إلا 4 دقائق. والله استفزني الفيديو بشكل، لأنه عمرنا صنعاء كلها جنوبيين من أبناء المحافظات. أنا أصحابي، أعز أصحابي وزملائي في العمل من عدن، من مارب، من يافع، من تعز، من صنعاء، من عمران، كلنا واحد في كل مكان، ساعة در داخلين في بعضنا كذا بالمحبة والمودة، ولا واحد بيقول واحد أنت من وين أصلا. فسيبكم يا أهلنا في الجنوب. هذا الرجل يكذب، هذا الرجل كلامه ما يهز شعرة واحدة في أبناء الشمال ولا يمثل أبناء الجنوب. أنتوا أشرف من أنكم تصدقوا هذا الكلام البائس، وكلامه كلام فتنة. نسواننا بيتبهدلين في صنعاء، وين الله؟ قبحك الله. في ختام هذه الحلقة أصدقاء المتابعين، أتمنى لكم السعادة الدائمة، والله يديم عز اليمن، وجمعتكم مباركة.